هو مولد الزمالك اللي استمر اسبوع من بعد ماتش المصري مرورا بفاركو، انتهاء بمباراة الاهلي. خلص على ايه؟ هو الزمالك كان عايز ايه؟ هو الزمالك كان واضح ان هو زي ما طلع في البيان الاولاني اللي كان مكتوب غلط وفيه ورطة لإدارة النادي، لأنه الناس تناولته وكان الزمالك أمام مفترق طرق، يعني يكمل حسب البيان الخزعبلي الجبار ده، يتراجع عنه ولقى نفسه مزنوق فبدأ يمشي في السكة اللي وصلت في النهاية إلى قرار الانسحاب أمام الأهلي. كان المفروض إن الزمالك داخل معركة شريفة، يعني للدفاع عن حقوقه، واعتقد حقوق الزمالك هي حقوق كل الانديه، او خلينا نقول معظم الانديه، خصوصا الانديه اللي ملهاش ظهر، وهي كل معظمها ملهوش ظهر. كان داخل يدافع عن العداله، عن النزاهه، عن تكافؤ الفرص، عن انهاء الهيمنه اللي واضح جدا انها موجوده في الشارع الكروي. الزمالك اعتقد ان هو كان بيدور عن فتح الصندوق الاسود للكوره في مصر، عن الفساد اللي موجود والاورام الخبيثه اللي استشرت في اوصال الكره المصريه وخلتها فرجه امام العالم كله. كان الزمالك بيدور، كان بيتكلم في كده، بيدور عن انه يبقى في حدود للدور الجبار اللي بيلعبه الحاج عامر حسين في الجداول والحاجات اللي الناس بتتفرج عليها، ويحاول يوهمك انه بيعمل حاجه جباره خطيره جدا وما فيش حاجه خالص. يعني جدول خربان، مباريات غير منتظمه، تاجيلات، ازمات، مهاترات. اعتقد ان انا كنت متصور زي غيري ان الزمالك واقف الوقفه دي لاجل تصحيح مسار منظومه كره القدم في مصر، وبدات الناس تتفاعل وجماهير الزمالك تتفاعل معاه وتنفخ في الاداره، تكل على الله، استمروا على بركه الله. والاداره ماشيه في السكه دي، لانه خلاص البيان الاولاني اتحط في مأزق، مش لاعب بعد ماتش فاركو، لعبكه ملهاش اي علاقه بالموضوع. وبالتالي كان الكلام اللي بيتقال انه الزمالك هيرمي طوبه في المياه الراكده لكره القدم في مصر، والحقيقه مش عايزه طوبه، هي عايزه شوال طوب. والحقيقه ان هي مش ميه راكده، ده هو مستنقع. يعني مش عايز استخدم الفاظ، مستنقع يعني اسوأ ما يكون يعني. فكان الكلام برضو ان هو بيرمي شوال طوب في المستنقع مش نظيف، على اساس يمكن الميه تتحرك شويه فيتفتح فيها مجال تخش على ميه نظيفه تنضف العمليه. لكن بمرور الوقت يعني الدنيا ما فيش اي نتائج لشروط الزمالك. عايز يحصل فيه كذا في لجنه المسابقات، اتوعد عايزين يحصل حاجه في الحكام، هنشارك الراجل، عايزين نشوف الراجل ثروت سويلم ايه اللي بيقوله، هنحول لك للانضباط. كل ده كلام اتقال. هل ده كلام يعني كان المفاوضات مع الزمالك، ولا دي كانت القصه لتهدئه الجو والمشاورات ومداولات والوزير دخل في الموضوع والبلد اتقلبت والعالم بيتفرج علينا وحاجه منظر غير طبيعي؟ كان المتوقع فيه انه يعني هيحصل هزه، الرابطه تشتغل، اتحاد الكره يتحرك، مش الاتنين شبطانين في بعض وبيتخانقوا مع بعض وبنشوف حاجات تضحك والناس بتتفرج عليها وبتسخر. كنا هنشوف حاجه جديده في التحكيم، هنشوف حاجه في النزاهه، ما فيش حاجه في المنظومه سليمه بمنتهى الامانه. فالمتوقع انه الزمالك، انا يعني واحد من الناس وناس كتير قال لك لا، الزمالك هيضحي بنفسه في سبيل ان المنظومه تتصلح. وعلى ما يبدو انه يعني الدنيا كانت ماشيه ان الزمالك فعلا حسب ما كان بيخرج من بيانات وتمسك بعدم اللعب والكلام ده كله، انه لا الدنيا هتتحرك. لكن فجاه لقينا بيان يعني درامي، ما ينفعش كوميدي، من 7 8 اسطر، انه نظرا لظروف يعني قهريه احنا بنعتذر وكنا عايزين نلعب ونمتع الجمهور، لكن والله يعني الدنيا مش ماشيه فاحنا مش هنلعب. اي ظروف قهريه.
اللي ضحك على الزمالك مين وادارته انه يكتب كده ظروف قهريه. ظروف قهريه دي يعني لا مؤاخذه، يعني جت كارثه كبيره طبيعيه ازاحت اي حد من اي حته ومنعت الدنيا انها تمشي. دي ظروف قهريه، حاجه الهيه، يعني حاجه طبعا للطبيعه، حاجه ملهاش علاقه بالبني ادمين والانسانيه. دي الظروف القهريه. ما هي الظروف القهريه اللي تخلي الزمالك يكتب بيان زي ده وفي نفس الوقت ما فيهوش ما يشير الى ان هو يعني متمسك بما ادلى به من قبل، ان احنا عايزين وهنسوي وهنصلح وهن ايه وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي ونصلح المنظومه ونشوف الفساد ونشوف البيان. يعني نوع من التراجع ونوع من يعني الانسحاب بشكل آمن. ليه وعلى أي أساس؟ بالعكس، إذا كنت عايز تكمل كنت قلت في البيان أنا مش هلعب، لأن أنا متمسك بموقفي وإن أنا عايز أصلح واحد اتنين تلاتة أربعة الكلام اللي أنا قلته. لكن كده سلام عليكم، وفي منتهى الهدوء خرج الزمالك من الساحة وأهدى الأهلي 3 نقط وريح لعيبة الأهلي تمام التمام عشان عندهم حالة الإرهاق، وفي نفس الوقت خسر ال3 نقط. وبعد ما البيان الخزعبلي التاريخي ده الاسباب القهريه، رابطه الانديه راحت بعت له جواب وتقول له انت منسحب، عليك 3 نقط انك ما رحتش، و3 نقط ان انت خسرت، ومش كده وبس، وفي غرامه ماليه. حتى قرار الرابطه ضعيف، بيقول فيه ان انت عليك غرامه ماليه سنحددها في الاجتماع اللي جاي، وفي عقوبه على كل من تسبب في الانسحاب. حتى يعني كله بيتعامل مع التاني كما لو كانت العمليه كل واحد لابس رايه لخفه، كل واحد بيدور على التاني ومش لاقيه، رغم ان هم لو قعدوا مع بعض هيحلوا كل المشاكل. حادثه غريبه جدا جدا خلت المشهد اكثر سوءا، يعني والفرجه بقت على عينك يا تاجر. وبدل ما كان الدنيا ماشيه ناحيه تصحيح المنظومه الكرويه في مصر، وهي فعلا منظومه فاشله على اقصى يعني تعبير، مش عايز استخدم عبارات كبيره، اسوأ منظومه كرويه في تاريخ مصر فعلا. يعني المنظومه اللي ما تقويش المسابقه وتكتر الفرق المتنافسه وتدور عن الجماهيريه وعن الشعبيه، حاجات كتير جدا جدا. زي ما بقول كان متوقع انه يبقى فيه يعني حركه كبيره شويه، انه يبقى فيه تحول ايجابي لانقاذ المنظومه الكرويه من حاله الغرق والغيبوبه اللي هي فيها. لكن بكل اسف الزمالك يعني خرج من المشهد بشكل سيء جدا، وتمخض عن انه في الاخر بقت العمليه وكانها يعني فنكوش.